يقول: ما حكم من يصلي والقات في فمه؟ لا يجوز، هذا من الاستهتار. إذا كان ما يجوز لك أن تأكل لقمة وأن تشرب شربة وتبطل الصلاة بذلك، فما بالك بالقات؟ لكن هذا يعتبر من مفاسد القات. يقولون: ليش تقول القات حرام؟ يعني القات مش حرام. طيب انظر هذا الذي يخزن، ايش الذي جعله يخزن؟ يصلي وهو مخزن. حبه للقات، إدمانه للقات، شدة انجذابه، ما يريد يخرج القات من فمه. وبعضهم قد ربما ينام والقات في فمه، والقات في فمه. فاتركوا التخزين رحمكم الله، اتركوا التخزين يا عباد الله. تدخين، الشمة، الجراك، كل هذه التي تسمى بالولع، التي تولع الناس بها وأدمنها، اتركوها لله عز وجل. سيعينكم الله عز وجل على تركها والتخلص منها، وسيبدلكم الله عز وجل بأفضل منها وأنفع منها. فما نحب لأنفسنا ولا لإخواننا أن يبتلوا بمثل هذه الولع التي أفسدت العقول والأفكار والأديان والأبدان والأموال والأوقات ونحو ذلك.